الزوجة ديالو أمام أنظار هاد العدد كبير من الساكنة اللي تصدموا بهذا الخبر، والجثة تتواجد داخل المنزل ديالها. الابنة يلا تم إخراجها من طرف رجال الوقاية المدنية مشكورين. جريمة قتل تهز مدينة الدار البيضاء بأبشع صورة. كيف قلت، زوج كيقتل الزوجة ديالو أم الأبناء ديالو. للأسف الجرائم كثروا في مدينة الدار البيضاء في هذه الأيام. يوم أمس جريمتين، اليوم جريمة أخرى تهز مدينة الدار البيضاء بمنطقة ديور لامان أمام أو بتواجد هذه الساكنة اللي خارجة الشارع باش تعرف اشنو واقع بالضبط، لأن جريمة حتى واحد ما يقدر أنه يتقبل أنه يسمعها. الأم الأبناء ديالو كيقتلها، وربما أمام أنظار الأبناء ديالو، لأن البنت ديالو تم إخراجها. الآن الفيديو ديال الإخراج ديال البنت عند رجال، عند قناة شوف تي في، يعني تمكنا من أخذ هذه اللقطة. فالآن كينتظروا فقط وصول سيارة الطب الشرعي، لأن هذا كامل رئيس المنطقة شخصيا يتواجد هنا من أجل تتبع خيوط هذه الجريمة اللي وقعت في مدينة الدار البيضاء بمنطقة ديور لامان الحي المحمدي. كيف قلت، شخص أو زوج، للأسف أنا ما بغاش ندخل على الأقل، زوج إما ذبحا إما طعنا بالسلاح الأبيض كيتمكن من قتل الزوجة ديالو أم الأبناء ديالو. ورجال الوقاية غير للتوضيح اخي جليل، هو انه هذه كثره الجرائم اللي كنشوفوا مؤخرا. يوم امس استشاروك يعني المدينه القديمه كذلك امس جوج الجرائم في ليله واحده. اليوم جريمه ثالثه، وهذه تعتبر من ابشع الجرائم. ام الابناء ديالك كتقتلها، وانت شاهدت الان اللحظه ديال الاخراج ديال ابنه القاتل وابنه الضحيه. خرجوها رجال الوقايه المدنيه مشكورين اللي قاموا بواحد المجهود. على ما يقولون ربما احد شهود العيان او احد ابناء المنطقه كيقولوا بانه هو اللي قدم نفسه، يعني رجال اللي قتل وقدم نفسه رجال الامن، ولكن الاسباب ربما مازال ما عرفوش شنو هي الاسباب والدوافع. يعني هي ما غيهمناش الاسباب ولا الدوافع كيف ما كان. ما يمكنش انك يكون عندك اسباب وتقتل شخص اخر، وبالاخص ام الابناء ديالك. اذا قبل ما تقترف هذه الجريمه خاصك تفكر في الابناء ديالك، المصير ديالهم شنو. الابناء ديالك مازال صغار، خصوصا الطفله اللي تم الاخراج ديالها من طرف رجال الوقايه المدنيه. فالعمر على حسب ما شاهدنا فربما ما كتجاوزش ربما 13 سنه. اذا مازال صغيره، ما عرفناش العدد ديال الابناء اللي عنده، ولكن جريمه بشعه تهز مدينه الدار البيضاء، وبالاخص منطقه ديور لامان، حيث يتواجد رئيس المنطقه شخصيا هنا من اجل تتبع خيوط هذه الجريمه. رجال الشرطه العلميه كذلك كيتواجدوا في المكان في انتظار وصول سياره الطب الشرعي من اجل نقلها ل لامورك. انا لله وانا اليه راجعون. من ابشع الجرائم ومهم الجرائم كلهم كيف، ولكن هنا كيكونوا العديد من الضحايا هما الابناء. فكيف يعقل ان الابنه ديالك كيتمكنوا من اخراجها رجال الوقايه المدنيه؟ ربما كانت لان خرجت مرعوبه